عمرك سألت نفسك إزاي سلك التقويم بيحرك الأسنان؟ جهاز التقويم المثبت على الأسنان هو مش سحر. الفكرة باختصار إنه سلك بيبذل قوة على الأسنان في اتجاهات معينة بمقادير معينة، فبيؤدي لتآكل العظم في الاتجاه اللي عايزين الأسنان تتحرك له، وبيحصل ترسيب بنفس المقدار في الاتجاه المعاكس عشان الأسنان تتحرك لكن تفضل ثابتة جوه العظم. لكن في الحقيقة مش السلك اللي بيعمل ده، لأن السلك مجرد وسيلة. اللي بيعمل ده وبيقوم بحساب مقادير القوة هو الطبيب المختص، واللي بتكون بسيطة جدا مادام الطبيب المشرف على العلاج هو طبيب أخصائي تقويم عارف هو بيعمل إيه كويس، وحاطط خطة علاج كاملة من قبل حتى ما الحالة تبدأ التقويم. وأي خلل في الحسابات دي وتحديد مقادير القوة واتجاهاتها ممكن تؤدي لمشاكل كبيرة زي تآكل الجذور أو خروج الأسنان من العظم، وده بيبدأ يبان أثره بعد فك التقويم بأكتر من كذا سنة. وللأسباب دي كان التقويم هو من أدق التخصصات حرفيا في طب الأسنان، واللي لازم يكون مسؤول عنها طبيب مختص حاصل على أعلى الشهادات. في عياداتنا الأطباء المختصين موجودين في كل الخدمات العلاجية وعلى رأسها التقويم، عشان نقدر نقدم لك أفضل خدمة علاجية وانت مطمن. دكتور عمار دنتال كلينكس، اختيارك الأول.